السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل اكلة سهلة جدا وسريعة. يلا بينا نروح المطبخ ونشوف هنعمل ايه. يلا يا حلوين، احنا دلوقتي في المطبخ اهو. كل اللي هنعمله ان احنا هنجيب حله ونحط فيها شويه زبده، وكمان نقطع اللحمه بتاعتنا حتت ونحطها فيها. يلا بينا نشوف شكلها عامل ازاي. اهو يا جماعة اللحمة اهي بتاخد صدمة او بتاخد تشويحة. نسيبها شوية كده لحد ما تاخد التشويحة كويس، تبقى من الناحية دي متحمرة والناحية التانية كمان. نحط بقى شوية فلفل اسود وهي بتتشوح كده، نكتر شوية يعني مفيهاش مشكلة اهي، ونقلبها كده. بصوا لونها يتغير ازاي، نقلب كده لحد ما تتشوح كلها ولونها يتغير اهي يا جماعة. اهي اللحمة خدت لون اهي، شايفين؟ خلاص خدت لون اهي كلها اهي كده. بقى هنبدأ دلوقتي نحط البصل. في ناس بتحط بصل وفلفل اخضر، بس انا بحط بصل بس اهو يا جماعة. اهو يا جماعة البصل اهو، بصلتين متقطعين. طبعا زي ما بقول لكم الاكله دي الوحيده اللي ما فيهاش مقادير. عايزه تزودي في البصل زودي، عايزه تزودي في اللحمه زودي، ما فيهاش اي مقادير. ادي البصل عليها اهو، نسيبها شويه مع بعض. بصوا اهي من قريب اهي يا جماعه اهي البصل واللحمه مع بعض بيتشوحوا مع بعض. بصوا انتوا هتلاقوا ريحتها طلعت، يعني انت لو قاعده في اي مكان في الشقه هتلاقي ريحتها طلعت، فهتعرفي انها ايه قربت خلاص. هنزود لها بعد شويه بقى كوبايه ميه عشان ايه تكمل سواها فيها. دي يا جماعه اللحمه اهي، بصوا هتحسوا ان البصل خد اللون البني شويه. نبدا بقى دلوقتي نحط لها كوبايه ميه عشان تكمل السوا بتاعها. ادي اهي كوبايه الميه اهي عشان تكمل السوا بتاع اللحمه، وهنغطيها وهنسيبها تستوي، ولو احتاجت ميه تاني نبقى نزودها لحد ما تستوي. اهي يا جماعه اللحمه خلاص استوت اهي، ولو نلاحظ هنلاقي فيها شويه صوص كده. هو ده بقى اللي احنا عايزينه، بيبقى طعمه حلو جدا جدا، احلى من اللحمه. ممكن بقى يتاكل معاها رز ابيض مثلا، احلى حاجه فيها رز ابيض. ممكن رز بشعريه برضو، بس الرز الابيض هو اللي بيبقى احلى صراحه. دلوقتي بقى احنا هنجيب معلقتين دقيق نزودهم في شويه ميه ونحطهم على اللحمه زي ما انتم شايفين كده، ونقلب على طول. نفضل نقلب لحد ما يتقلبوا كلهم مع بعض. بصوا يا جماعه تخنت اهي، بصوا دقيق دقيق خلى السمك بتاع الصوص بتاعي تقيل اهو. هنسيبها بقى تغلي غلوتين كده في النار، وبعد كده نحطها في الطبق. زي ما انتم شايفين دلوقتي اللحمه بعد ما غرفتها في الطبق اهي، شكلها حلو قوي وطعمها حلو كمان. يا ريت كل الناس تجربها، ولو حد جربها فيكم يقول لي طعمها حلو وعجبته ولا لا. ما ننساش يا جماعه نشترك في القناه ونفعل الجرس عشان توصل لكم اي فيديو جديد بنعمله. سلام.